بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين محشي يا جماعة. انا من الناس اللي بحب المحشي بس بصراحة في الشتاء. انما محشي الصيف بحسه تقيل، بس بقى الجماعة لازم ياكلوا محشي، فحبيت اعيش معاكم اليوم دوت. طبعا يوم المحشي دوت بيبقى يوم طويل، بس لازم نعمله. بسم الله وعلى بركة الله. كده انا بوريك المحشي بعد ما استوى. تعالوا بقى معانا نعمل المحشي والكرنب بتاع الصيف. طبعا كرنب الصيف بيختلف يا جماعة عن الشتاء، يعني الشتاء كرنباية في الشتاء غير بتاعة الصيف. ادي الاكل كله يا بنات. كنت عاملة بطة حلوة برضو وعملناها وشربتها كانت جميلة، وعملنا جنبها شوية ملوخية والمحشي. فنقول بسم الله وعلى بركة الله. كده تعالوا نشوف عملنا المحشي ازاي. انا بشرت بصلتين 3 حلوين كده، وحطيت عليهم ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشوية شطة، وادي معلقة سكر علشان الحموضة. وبنأكد على معلقة السكر دي يا بنات، أكدوا عليها. وادي كمان مرق الدجاج. الدنيا حر، وعلشان ما يعملناش حموضة القوطة كده غليت. هنبتدي نحط ايه اللي احنا عاملينه، البصل بكل اللي احنا حاطينه عليه. بصوا دعكاه كويس قوي بملح وبفلفل وبكل حاجة. كده تمام. يلا وصلت معايا حد هنا ولسه ما حطيتليش اللايك هزعل منك. ادعمونا يا جماعة بلايك، احنا بنتعب والله في التصوير وبنتعب في كل حاجة علشان نحاول نديكوا اي معلومة، واحنا يعني بنفيد بعض. ادي دي خلطة المحشي. هنبتدي نضيف عليها الرز، وهنضيف عليها الخضرة، وكده تمام. بالنسبة بقى للكرنبة، بصوا يا بنات، الكرنبة بتاعت الصيف غير بتاعت الشتاء. بتحطيها وتشيليها ما بتكملش ثواني علشان ما تنهريش. وبرجع اقول تاني، انا مش حاطة اي حاجة على المية. الكرنبة يا بنات في الصيف غير الشتاء، حطيها وشيليها على طول علشان خاطر مش بتتحمل. واغسليها كويس قوي. بصوا ثانية وخلاص استوت. شايفين؟ حاولي تبقى ايدك سريعة لان الكرنب في الصيف غير الشتاء. لو وصلتي معايا لحد هنا ومحطتليش اللايك انا شايفاك. ابتدي بقى اعمل الكرنبة كلها بالطريقة ديت. وضفت بقى ايه على خلطة المحشي كده حتة هريسة. وادي حطينا الرز والخضرة ونبتدي نحشي. شايفين يا بنات؟ ادي نص حلة المحشي. نبتدي نكملها ونسويها مع بعض. الله 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 الله. انا بحط معلقة صلصة على الشوربة يا بنات عشان يبقى احمر وحلو كده. وكنت عاملة بتنجان وفلفل بما اننا عملنا محشي بقى وهيصنا، وده كان يوم جميل بصراحة. وادي الاكل يا بنات، البطة بالمحشي بكله. يا رب يكون فيديو خفيف كده على حضراتكم، وحاولتي تاخدي منه اي معلومة. واقول لكم سلام عليكم.